تخيل معايا إنك صحيت من النوم ولقيت نفسك في أوضة صغيرة، أوضة ضيقة قوي ما فيهاش غير سريرين وفي النص حفرة، وبعد شوية حتة رخامة كبيرة بتنزل من فوق مليانة أكل حلو، لحمة وفواكه وحلويات. تمد إيدك تاكل؟ لأ، استنى، الأكل ده مش ليك لوحدك، ده نازل من اللي فوقك ورايح للي تحتك، وإنت يا سيد محشور في النص، ومفيش حاجة اسمها أكلك، في حاجة واحدة اسمها دورك. السؤال الصادم اللي هيرفع ضغطك من دلوقتي: إيه اللي يخلي الواحد يفضل محترم في مكان مفيش حد بيشوفه ولا بيحاسبه غير جوعه؟ أهلاً بيكم في قناة كرتونة فشار. النهاردة هنحكي عن فيلم مش مجرد فيلم، لأ، ده تجربة إنسانية صادمة اسمه The Platform أو الهويو، اللي معناها الحفرة. فيلم إسباني خيال علمي وإثارة، نزل سنة 2019، وبصراحة من الأفلام اللي بتفضل في دماغك كابوس كده بعد ما تخلصه. الفيلم بيدور في سجن، مش أي سجن، اسمه برج العدالة، سجن عمودي طوابق فوق بعضها ملهاش آخر، في كل طابق سجينين. وفكرة السجن العجيبة إنه كل يوم رخامة مليانة أكل بتنزل من فوق لتحت. الأكل في البداية يكون أحلى حاجة، بس الرخامة دي واقفة في كل طابق دقيقتين بس، يعني اللي في الطوابق العليا ياكلوا أحلى حاجة ويشبعوا، واللي في نص البرج ياكلوا البواقي، واللي في الطوابق الأخيرة ياكلوا ولا ياكلوا، ما عندهمش غير الفتات أو لو كان الأكل ناشف ومهري. البطل بتاعنا اسمه جورين، دخل السجن بإرادته عشان يقلع عن التدخين والسجاير، ومش عارف إنه داخل حفرة نار حقيقية. قعدته هتبقى مع واحد مسن غريب الأطوار اسمه تريماجاسي، اللي هيوريه إن القواعد في المكان ده مش زي بره خالص. جورين بيصحى في الطابق رقم 48. الرجل المسن اللي معاه تريماجاسي بيشرح له النظام، يقول له: إحنا هنا في طبقنا الرخامة هتقف دقيقتين، الأكل اللي هناخده لازم ناكل قد ما نقدر، بس لازم نسيب حاجة للي تحت. المشكلة إن اللي فوقنا عيال وسخة بياكلوا بدماغهم، فلما الرخامة تنزل لنا ما بلاقيش حاجة تستاهل الأكل إلا لو كنا محظوظين. الأيام بتعدي وجورين بيحاول يطبق النظام، إنه ياكل قد احتياجه ويسيب الباقي، لكنه بسرعة يكتشف إن دي نظرية جميلة على ورق، لكن على أرض الواقع في مكان زي ده مفيش حد بيعمل كده. الناس بقيت حيوانات، لو لقيت الأكل بتاكل، مش شايل هم اللي تحتك. بعد كده بيتغير طابق جورين، بينتقل لطوابق تانية، مرة ينزل لطابق 171، وهنا بيشوف أسوأ حاجة في حياته: الناس هناك بقيت تاكل بعضها، الجوع خلاهم ياكلوا اللحم البشري عشان يعيشوا. بيقابل ست هنا كان بيشوفها وهم نازلين وبيحاول يحميها، لكن النظام أقوى منه. المرة اللي بعدها بيرجع تاني لطوابق عليا، وهذه المرة معاه ست مسنة، وفي الآخر بيقابل تريماجاسي تاني في طابق منخفض، وبيحصل مواجهة، جورين يضطر يقتله. وبعد كده جورين يقرر يعمل حاجة مجنونة، مش عايز يعيش تحت رحمة النظام ده. يقرر إنه المرة اللي الرخامة تنزل فيها مش هياكل، هيركب الرخامة نفسها وينزل معاها لتحت، وأول ما يوصل لتحت هيوزع الأكل بنفسه على الناس الجعانة. طيب خلينا نوقف شوية هنا ونفهم، الفيلم ده مش فيلم أكشن ولا رعب عادي، ده كابوس اجتماعي وسياسي واضح قوي. شوف، البرج العمودي ده هو المجتمع نفسه، الطوابق العليا دي الطبقة المخملية، الأغنياء اللي عندهم كل حاجة، بياخدوا أحسن الأكل ومش بيسألوا على اللي تحت. الطوابق الوسطى دي الطبقة المتوسطة، بتاخد الفتات، عايشة على الأكل الوسخ والمهمل. والطوابق السفلية دي الفقراء والمهمشين، الأندر جراوند، اللي لو وصلهم حاجة بقت فتات من فتات، ولما بيعيطوا محدش بيسمعهم، صوتهم بيضيع في السكة. المنصة أو الرخامة The Platform دي هي توزيع الثروة في العالم. الفكرة إن في وفرة، الأكل كتير، الرخامة كلها كانت مليانة. المشكلة مش في قلة الأكل، المشكلة في التوزيع. اللي فوق شايف إن الأكل ده حقهم، مش فكرة إنه نازل لكل الناس، لأ، هم بياخدوا احتياجات سنين قدام، واللي تحت لازم يصبر لحد ما يجيله دور، ودوره مش بيجي أبداً. حتى المبادئ الأخلاقية زي إنك تسيب حاجة للي تحتك دي بتتلغي أول ما تجوع.
الفيلم بيقولك إن النظام الرأسمالي المتوحش ده بيحول الإنسان لوحش، اللي بيقاوم زي جورين في الأول بيروح ضحية. لكن هل فعلا مفيش أمل؟ جوران، الاسم مش مهم، المهم إن هو إحنا. بطلنا في الأول كان إنسان مثالي داخل السجن عشان يصلح من نفسه، يبطل سجاير وعنده مبدأ. مع تريماجاسي كان بيتخانق ويقول له إحنا مش حيوانات. لكن مع الوقت لما بطنه صرصرت وشاف الموت بعينيه، المبدأ ده بدأ يتآكل. الرحلة النفسية بتاعته هي رحلة أي واحد فينا لو اتوضع في موقف صعب. هو مش بطل خارق، هو إنسان بيغلط، بيحاول يرضي ضميره، لكن في نفس الوقت عايز يعيش. لما رجع للطوابق العليا كان عايز ينسى، عايز ياكل وينام ويستنى دوره. لكن ذكرى الست اللي قابلها في الطابق 171 والطفل اللي شافه فضلت تطارده. هنا حصل التطور الحقيقي، مش بقى عايز ينجي نفسه بس، بقى عايز يغير النظام. هو مش بيعمل كده لأنه بطل، لأ، بيعمل كده لأنه شاف الظلم بعينيه وعارف إنه لو سكت فهو شريك فيه. اللحظة التي بتخلي قلبك يقف هي لما جورين قرر يركب الرخامة نفسها وينزل بيها. تخيل، هو نازل في منصة الأكل، والمنصة دي بتخرق كل الطوابق. بيشوف بعينيه الناس في الطوابق العليا عايشة في نعيم، والناس في النص بتتصارع، والناس في التحت بتاكل عظم وتراب. هو نازل بغرض واحد، يوصل رسالة، كعكة الفانيليا، عشان يقول للناس إنه فعلا نزل لتحت وإنه مش وهم. هدفه إنه يوصل الكعكة دي لأقل طابق، للطابق رقم 333، عشان اللي هناك ياكلوا حاجة حلوة قبل ما يموتوا. الرحلة دي مرعبة، كل طابق كان بيشوف فيه جحيم مختلف، بس هو استمر ومشي على الزفت والدم عشان يوصل للأمل. وصل للطابق 333. لقى بني آدمين عايشين في ظلام، هلكانين practically ميتين. قدم لهم الكعكة. المرأة اللي هناك كانت عايشة على أكل لحم جوزها اللي مات. شافت الكعكة، لقت جورين يقولها: دي رسالة، عايزين نغير النظام، هات الطفل. هي جابت له بنتا صغيرة كانت مخبياها تحت هدومها. جورين فرح، فكر إنه نجح، إنه لقى الطفل اللي بيدور عليه. بس الفيلم هنا بيلعب بعقلك، إحنا مش عارفين الطفل ده حقيقي ولا وهم. هي دي العبقرية. الخلاصة إنه جورين مات على المنصة وهو مقتنع إنه لقي الحل، لكن المنصة صعدت بهم لفوق، والناس في الطوابق العليا شافت الطفل وشافت الكعكة. هل هم شايفين إن دي رسالة ويغيروا النظام؟ الفيلم مش بيجاوب، بيقولك الأمل موجود، بس مش هتعرف أبداً إذا كان النظام حيقبله ولا لأ. يمكن الطفل يبقى رمز البراءة والأمل اللي المجتمع بيدوس عليه، ويمكن يبقى وهم اللي بيخلينا نكمل. في الآخر فيلم The Platform مش مجرد حكاية سجن، هو مراية وحشة قدام وش المجتمع. بيقولك إن العدالة مش حاجة بتنزل من فوق على رخامة، العدالة حاجة لازم الناس كلها تشارك فيها. ما ينفعش حد ياكل لحد ما يشبع وحد تاني تحت يموت من الجوع. الفيلم بيسأل سؤال صعب، انت شخصياً لو كنت في طابق 5 والأكل قدامك، هل هتفكر في اللي في طابق 250 ولا هتقول مش بتاعتي، محدش سأل فيا أنا لما كنت تحت؟ دي مش دعوة للمثل العليا الخيالية، دي دعوة إننا نفتكر إن الإنسان لو ساب نفسه للجوع والرغبة بيرجع حيوان. الفرق الوحيد هو الإرادة، إرادة إنك تقول لأ، مش هعيش لوحدي وأموت وأنا عايش على حساب غيري. إيه رأيك أنت؟ هل كان لازم جورين يعمل كده؟ ولا كان الأحسن إنه ياكل ويصمت عشان يعيش؟ رأيك يهمني، اكتبهولي في كومنت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كرتونة فشار، أشوفكم في فيلم تاني قريب. سلام.